مسكت الموبايل بتاعي قعدت اسكرول لحد ما لقيت الساعه 3 الفجر وما بقيتش قادر، دخلت انام. بعد كده قمت رحت الشغل تاني يوم، جبت القهوه وابتديت ان انا اكل سندوتش لحد ما خلصت سندوتشات الناس اللي موجوده في الشغل. والدنيا تمام خلاص، قلت اليوم هيبقى هادي وجميل مش هيبقى فيه اي مشكله. لكن للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهي اي حاجه تانية. لقيت الناس عماله بتجري عليا الحق السيستم داون. في الحاله ديت رميت القهوه رميت السندوتشات ورحت اشوف السيرفرات بيحصل فيها ايه. للاسف تعال اقول لكم، الموقف ده بيحصل مع ناس كتير، والناس دي بتبقى ستريسد. الناس اللي هي شغاله في الانفراستراكشر في الديف اوبس وحتى الناس اللي بتكتب كود بتبقى معانا في نفس الموقف. لكن الديزاين بتاع السي اي سي دي لو هو من الاول موجود وسوليد ومعمول بشكل كويس هيخليك مرتاح نوعا ما لما بيحصل عندك اوتج. لان الاوتج كده كده هيحصل، انت مش باني سيستم موجود واتعمل في الجنه ونزلته على الارض. كده كده هيحصل عندك اوتج. بس ايه الفرق ما بين ان انا يكون عندي اوتج وانا مركز فيه وبقدر ان انا احله بسهوله، وما بين اوتج لما بيحصل انا ببتدي ان انا اكون مشتت، الناس كلها عماله بتضغط عليك والعملاء عمالين بيشتكوا وانت ما انتش عارف تعمل ايه. في الفيديو دوت هنتكلم ازاي نديزاين سي اي سي دي بشكل كويس جدا، وازاي الكود بيشتغل من اول ما الديفلوبر بيكتبه لحد ما نوصله لحد البرودكشن سيرفرز. هنستخدم هنا كوبرنيتس از اكزامبل. ويلا بينا نبتدي. طيب، بكل بساطه نتخيل ان احنا شغالين في شركه، والشركه ديت عايزه تعمل سوفت وير تبيعه للناس. فهي بتروح تجيب تيم ديفلوبمنت، التيم بتاع الديفلوبمنت ده بيبتدي يكتب الفيتشرز اللي احنا خططنا ليها وعشان نطلعها نبيعها للناس. تمام. اول حاجه هو بيعملها بنبتدي نقرر ان احنا هنعمل جيت ريبوزيتوري، وهنحط الكود بتاعنا دوت على جيت ريبو. في الغالب انت بتستخدم حاجه زي جيت هاب، جيت لاب، او حتى بيت باكت. بتحط عليها السورس كود بتاعك. الديفلوبر خلاص الحمد لله ربنا كرمه وبدا ان هو يكتب اول فيتشر وعمل بوش للكود دوت على الجيت ريبو. في الحاله ديت لو انت مش عامل اوتوميشن فانت محتاج ان انت كراجل شغال في الديف اوبس او حتى كلاود ان انت تاخد الكود دوت تعمل له بيلد مانيوال وتروح تحطه على التستنج سيرفر وتتاكد ان هو شغال، وتقعد تعمل كده بقى مع كل ديفلوبر بيعمل الكلام دوت، او ان انت تعطلهم فبالتالي هم هيضيعوا وقت وانت هتضيع وقت وهنضيع الشركه بحالها وفي الغالب هي هتقفل. ففي الحاله ديت انا محتاج ان انا اعمل اوتوميشن. الاوتوميشن وظيفته ان هو يقوم بكل الحاجات اللي احنا بنعملها عشان نبيلد السوفت وير دوت ونتاكد ان هو شغال بشكل كويس قبل ما نطلعه للعملاء بتاعتنا واول ما قبل ما نطلعه على البرودكشن. في الحاله ديت انا ببتدي اختار ان انا اجيب سي اي سي دي تول، ومن اشهر الحاجات الموجوده او هي اقدر اقول ان هي الستاندر اللي هي حاجه زي جينكنز. جينكنز وظيفته في الحته دي بيعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو بيتاكد ان الكود اللي انا بطلعه دوت كويس من خلال ان هو بيلسن دايما على التشنجز اللي الديفلوبر بيعملها، ويقدر ان هو يعمل الكلام دوت بحاجتين. ان هو يستخدم الويب هوك بحيث ان جيت هاب اول ما الديفلوبر يبوش اي حاجه على الجيت ريبو دوت هيروح يقول للجينكنز يا جينكنز ابتدي اعمل البايب لاين بتاعك. الحته الثانيه ان انت ممكن تستخدم جينكنز وتقول له انت بص كل دقيقه روح بص على الجيت ريبو دوت وشوف ان في حاجه حصل لها تشنج ولا لا. طيب، ابتدى ان الراجل يعمل بوش وابتدى ان يحصل تشنج عندي. في الحاله ديت جينكنز هيشتغل از كونتينوس ديليفري كونتينوس انتجريشن تول. هياخد الكود بتاعي ويبتدي ان هو يتاكد ان في بايب لاين لازما ان انا اعمل له تريجر. هيروح ياخد الكود بتاعك، لو هو بيحصل له كومبايل هيعمل له كومبايل، لو هو مش محتاج كومبايل زي البايثون او النود جي اس هيبتدي ان هو يتشيك الكلام دوت، وبعد كده هيبتدي ان هو يعمل اليونت تيست ويتاكد ان الكود بتاعك ما فيهوش اي مشكله خلال التستنج. في الحاله ديت لو الحته ديت او الستيب ديت حصلت ما بطلعش الكود بتاعي على البرودكشن، لان لو حصل فيه اي مشكله لازم ارجعه تاني للديفلوبر. طيب لو احنا اتاكدنا والدنيا تمام في الحاله ديت انا هعمل ايه؟ هعمل كواليتي جيت. هتاكد ان الكود بتاعي ما فيهوش اي باجز، وهتاكد ان انا الكود اللي مكتوب دوت ما فيهوش اي مشكله زي ان انا اعمل ستاتيك كود اناليسيز، واتاكد ان انا الكواليتي بتاع الكود اللي انا كتبتها ديت ينفع ان هي تروح على البرودكشن. طيب لو حصل ان ده فيلد لازم ارجع السايكل من الاول وجديد واعمل ريجكت للكود دوت. لو هي باظت في الحاله ديت هبتدي اشوف انا بشتغل ازاي. لو انت حضرتك بتشتغل كونتينر ففي الحاله ديت انت محتاج تمسك الكود دوت تحوله من كود لدوكر ايمج، عشان دي في الاخر الارتيفاكت اللي انت هتستخدمها في البرودكشن. هتبتدي ان انت تحط تاجز كويسه على الايمج بتاعتك، هتبتدي تتاكد ان الديبندنسي بتاعتي ما فيهاش اي مشكله وان انا مش هعمل بريك او هبوظ الابلكيشن بسبب ان انا عملت ابديت لديبندنسي. هتاكد ان الكلام دوت تمام. بعد كده المفروض لما الكلام دوت يبقى مظبوط هنخش في السايكل اللي بعدها. لو الكلام ده فيه مشكله هبتدي ان انا اريجكت الكود. طيب، الخطوه اللي بعد كده الخطوه المهمه جدا ان انا ما ينفعش ان انا اعمل ريليز لاي دوكر ايمج على البرودكشن بتاعتي من غير ما اعمل لها سكيورتي سكان.
لازم أنا اتاكد ان انا ما عنديش زيرو كريتيكال فولنربيلتي. ما ينفعش، لان انت ممكن فجاه تلاقي السيستم بتاعك كله طار بسبب ان انت عايز تطلع فيتشر وخلاص. ففي الحاله ديت انا لازم اتاكد ان انا ما عنديش اي فولنربيلتي كريتيكال، وهبتدي ان انا اخش على الحته اللي بعد كده. الحته اللي بعد كده اللي انا هبوش الكود بتاعي دوت او هبوش الايمج ديت على الريجستري. ممكن تكون حاجه برايفت زي دوكر هاب، او لو شغال على اي كلاود بروفايدر هبتدي ان انا استخدم اي سي ار لو انا اي دبليو اس او وات ايفر كلاود بروفايدر. طيب حتى الان انا طلعت ايمج مقبوله. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ كل الكونفيجريشن بتاعتك اللي موجوده على البرودكشن لازم تكون موجوده في جيت ريبو. لازم تكون موجوده في جيت ريبو. ليه؟ لان انا لو عملت تشينج النهارده في الكونفيجريشن واكتشفت ان هو مش شغال، بكل بساطه اقدر ان انا اعمل ريفرت للكونفيجريشن دي. تمام؟ ديت الحته الاولانيه. الحته الثانيه ان انت ممكن اوتوماتيكلي تستخدم تولز، التولز ديت تلسن على الكونفيجريشن. اول ما انت تعمل بوش او تعمل اي تشينج على الكونفيجريشن ديت، هي اوتوماتيكلي تروح تعمل بايب لاين وتعمل في الحاجه دي في الحاله ديت ديبلويمنت على السيرفرات بتاعتك. فانا السايكل الاولانيه بتاعت جينكنز ديت هو عمل كونتينوس انتجريشن، ان انا باخد السايكل بتاع الكود، ابتدي ان انا اتاكد ان الدنيا تمام لحد ما وصلت للحته ديت ان جينكنز راح خد الايمج تاج عمل لها ابديت في الكونفيجريشن بتاع الكوبرنيتس. لحد كده جينكنز راجل محترم خلص كل الحاجات اللي بيعملها، ويقول لك لو انت عايزني اكمل معاك تمام، لو انت مش عايزني اكمل معاك طب ما انت ممكن تروح تشوف تول متخصصه اكتر في الكوبرنيتس والكونتينرز. ففي الحاله ديت هنتكلم على حاجه مهمه، الفرق ما بين اتنين موديل. يبقى احنا الحته اللي احنا قلناها ان انا بحط الكونفيجريشن بتاعتي في الجيت ريبو عشان اطلع بحاجه اسمها جيت اوبس، ان انا باوبريت كل السيرفرز بتاعتي من خلال الكونفيجريشن موجوده عندي في الجيت ريبو. وفي الحاله ديت هنتعرض لحاجتين، عندك البوش موديل وعندك البول موديل. لو انا استخدمت جينكنز بكل بساطه يقول لك ان انت ممكن تعمل بايب لاين تاني، او جوه البايب لاين الاولاني تقول له ان انا عايزك لما حد يعمل ابديت على الكونفيجريشن ديت روح على الكلاستر واعمل كيوب سي تي ال ابلاي للكونفيجريشن الجديده ديت. فجينكنز هياخد الكونفيجريشن دي يروح يعمل لها ابلاي. لكن في الحاله ديت لازم تخلي بالك من نقطه مهمه، جينكنز مش اوير بالحاجات اللي شغاله جوه الكلاستر. هو ما يعرفش اصلا الحاجات شغاله ولا مش شغاله، ودوت الفرق كبير جدا ان تستخدم حاجه زي جينكنز او تستخدم حاجه زي فلوكس او حتى ارجو سي دي. لان جينكنز هو بيعمل ابلاي، لكن حاجه تانية زي ارجو سي دي هي اول حاجه ان هي بتسync عندك اللي موجود في الجيت ريبوزيتوري كونفيجريشن، وبتتاكد ان الستيت بتاعتها زي اللي موجوده في الكلاستر. طب والله في شخص بالغلط راح دلت حاجه، اوتوماتيكلي ارجو سي دي هيروح ياخد الكونفيجريشن من الجيت ريبو ويحطها لك في الكلاستر. فهو في الحاله ديت بيعمل لك يعني سيف للكونفيجريشن بحيث ان انا مش هكون قلقان. طيب نفترض ان انا الابلكيشن كله طار، كل اللي انا هعمله هروح على الجيت ريبو وهبتدي ان انا اعمل ريديبلوي. ففي الحاله ديت انا بقى عندي سواء كنت انا بستخدم جينكنز او حتى بستخدم ارجو سي دي، انا بقى عندي الكونفيجريشن بتاعتي متاكد 100% ان ديت اللي كانت شغاله امبارح. فكل اللي انا هعمله هعمل ريديبلوي. نفترض دلوقتي ان انا عملنا فيرجن جديده وطلعنا بفيرجن جديده وطلعت للاسف فيها مشكله وما كناش عارفين المشكله ديت واحنا بنعمل تيست. فبكل بساطه من خلال الجيت ريبو هتعمل ريفرت، هعمل رول باك للفيرجن اللي قبل كده. فبكل بساطه من الجيت ريبو هقول له اعمل ريفرت. في الحاله ديت ارجو سي دي او حتى جينكنز هيبتدي ان هو يابلاي الكونفيجريشن ديت تاني على الكلاستر. طيب الكلام دوت حصل وارجو سي دي ابتدى ان هو يلسن على الجيت ريبو دوت، ابتدى ان هو يعمل البايب لاين، وابتدى ان هو يتاكد ان الكونفيجريشن الموجوده على الجيت ريبو هي نفس الكونفيجريشن بنفس الستيت اللي موجوده على البرودكشن. انا في الحاله ديت ببتدي اشوف كده بعيني، سواء انت بتبص من ارجو سي دي داشبورد بتبتدي تشوف ان الفيرجن القديمه ابتدت ان هي تتشال، الكونتينرز القديمه بدات ان هي تروح، وارجو سي دي بدا ان هو يربلس الكلام دوت بالفيرجن الجديده ويربلس الكونتينرز. في الحاله ديت اليوزر او الاند يوزر بتاعك هيبتدي يشوف الفيرجن الجديده لايف وهو شغال على السيستم بتاعك. ولو انت شغال بنفس الطريقه بتعمل كونتينوس انتجريشن وكونتينوس ديليفري وشغال بتعمل ديبلويمنت طول اليوم، ففي الحاله ديت انت تقدر تعمل السايكل ديت على السيستم بتاعك. ولو حصل اي مشكله او حصل باجز او كلام من ده تقدر بكل بساطه ان انت ترول باك للتشينجز ديت. شكرا لكم، واتمنى ان يكون الفيديو وضح الصوره لازاي ان انا بعمل سي اي سي دي وازاي ان انا اعمل رول باك لو حصل عندي اوتج، والديزاين بتاع السيستم من اول ما بكتب الكومنت لحد ما بوصل للبرودكشن. شكرا، وما تنساش تكتب لنا في الكومنتات لو عندك برودكشن ايشيو وحصل اوتج بتعمل ايه. مع السلامه.